السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. نبداوه بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه تحضير هاد الكيكه ديال المول العجيب بالكريمه نتاع الليمون. كتجي رائعه، سهله، اقتصاديه ولذيذه في نفس الوقت، شي حاجه اللي زوينه ما شاء الله شكلا ومذاقا. نتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم ما تنسونيش من لايك ومن البارطاج. وانا غادي نوريكم ان شاء الله الشكل ديالها كيفاش كيجي ما شاء الله. كما قلت لكم الاخوات، راه كتجي ديك الكريمه نتاع الليمون، وحتى الكيكه راه مسمينها بالقشور ديال الليمون. غادي تجربوا هذه الوصفه، هذه غادي تنال الاعجاب ديالكم انا متاكده. ندوزو للمقادير والطريقه ديال التحضير. في هذا الاناء غادي ندير قبيصه ديال الملحه، عندي كاس ديال السكر سنيده، وعندي 3 البيضات. بالنسبة للبيض راه حجم متوسط واخد درجة الحرارة ديال المطبخ، ما كناخدوش البيض من الثلاجة وكنخدموه به نهائيا. عندي هنايا ليمونة كما كتشوفوا، غادي نحك ليها غير ديك القشرة البرتقالية ديالها صافي. كما كتشوفوا غادي نحكوا ليها غير ديك القشرة البرتقالية ديالها صافي. هنايا كما كتلاحظوا من بعد ما كملت ديك القشرة نتاع ديك الليمونة كاملة، غادي نخلط هاد العناصر حتى كيندمجوا ليا مزيان. عاد غادي نضيفوا العناصر الاخرى ان شاء الله بالتدريج. هنا ضروري من هاد المرحله نطربوا البيض مع السكر مزيان مزيان حتى كيندمجوا لينا مزيان. عاد غادي نبقاو نضيفوا في السوائل الاخرى وفي الدقيق ديالنا ان شاء الله. عندي هنايا كاس الا ربع ديال الزيت. كما كتلاحظوا غادي نخلط هاد العناصر مزيان. بالنسبه لداك القشور ديال الحامض ضروري تطرب مع السكر. عندي نص كاس ديال الحليب، ودابا غادي نبقاو نضيفو ان شاء الله الدقيق بالتدريج. عندي الكاس الاول كما كتلاحظوا، عندي 2 خمارات من فئة 8 غرام، في المجموع ديالهم 16 غرام. بالنسبه للدقيق ضروري نغربلو الدقيق ديالنا باش ما كيبقاوش لينا باش ما كيبقاش لينا داك الدقيق في الكيك. راه كيكون الدقيق فاش كيبرد بزاف اولا راه كيبقى كيتكتل لينا في الكيكه. وفاش كنبداو نقطعوا الكيكه كنبداو نلقاو دوك سميتهم ديال الدقيق، دوك الكويرات ديال الدقيق. هاد المرحله راه ضروري الاخوات بالنسبه للمبتدئات. اما الاخوات اللي يعني ولفوا الكوزينه ولفوا الكيكات ولفوا، راه ما غاديش تشرح لهم هاد القضيه هادي، غير البنات اللي يلاه مبتدئات. هنايا كما لاحظتوا الكاس الثاني غادي نضيف الكاس الثاني، غادي يبقى ليا منه غير ربع، يعني 2 كيسان الا ربع ديال الدقيق اللي دخلت لي هاد الكيكه هادي. وهنايا كما كتلاحظوا القوام ديالها راه خفيف، انا راني خليته خفيف باش كتجينا ديك الكيكه ديالنا رطبه ما شاء الله. كتجي مع ديك الكريمه كتجي بحال الجينواز، يعني كتجي خفيفه. الكيكه ديالنا فاش كنديروا ليها القوام ديالها كيكون خفيف كتجينا بحال الشكل ديال الجينواز. وحنا هنايا كما شفتوا انا درتها خفيفه باش تجيني مع داك المذاق اولا مع ديك الكريمه نتاع الليمون اللي غادي نضيفو ان شاء الله. هنايا المول العجيب ديالي كما شفتوا راني دهنته بالزبده صافي وما رشيتوش بالدقيق. هاد الليمون هادو راه ما كيحتاجوش انكم ترشوهم الدقيق، وحتى الزبده راه كنديرها غير باش كنخاف تلصق ليا، وما هي راه هاد الماركه هادي راه ما كتلصقش. كما شفتوا صافي غادي ندخل الكيكه ديالي الفران طيب على عافيه مهيله، والفران راني مسخناه من قبل حتى كطيب. عاد غادي نخرجوها ان شاء الله. بالنسبه للطياب ديال الكيكه راه معروف عند الاخوات، يعني الفران راه الكيكه كطيب على عافيه مهيله وما كنحلوش عليها الفران نهائيا. هنا من بعد ما طابت كما لاحظتوا انا غادي نقلبها هنايا في هذا الطبق ديال التقديم، وغادي ندوزو ان شاء الله باش نقادو الكريمه ديالنا. وشوفوا اللوين ديال هاد الكيكه هذه ما شاء الله كتجي زوينه زوينه بزاف. ندوزو ان شاء الله باش نقادو الكريمه ديالنا. بالنسبه لي انا هنايا عندي 3 ديال الكيسان ديال عصير ديال الليمون. هذاك الكاس الكبير اللي وريتكم راه كيهز تقريبا 2 كيسان. الكاس الثاني
راني ضفتو معاكم كيما لاحظتوا، يعني 3 د الكيسان غادي نضيف ليهم 3 د المعالق ديال السكر كيما لاحظتوا. بالنسبة دوك المعالق ديال السكر اللي ضفت راه ماشي دوك الكبار الاخوات، انا هنايا ما درتهاش حلوه حيت حتى داك الليمون راه حلو يعني طبيعي عصرنا الليمون. هنايا درت جوج ديال الفلون هادو ديال الشينوا ديال درهم، وغادي نضيف معلقه ديال مايزينا كيما لاحظتوا. غادي نخلط هاد العناصر مزيان مزيان، عاد غادي نعزز هاد الكريمه ديالنا بهاد المركز ديال الليمون كيما غادي تشوفوا. هو في نفس الوقت مركز وملون، راه فيه الملون وفيه يعني فيه داك النكهه ديال الليمون مجهده، وحتى اللون كيعطينا واحد اللون اللي هو مزيان ديال الليمون نيت كيما لاحظتوا. غادي نخلط هاد الشيء على البارد مزيان مزيان، وغادي نردو فوق نار متوسطه، وغادي نبقى بالتحريك المستمر حتى كيولي لنا حتى كتولي لنا الكريمه ديالنا بهذا الشكل هذا كيما كتلاحظوا، يعني ما كتقالش بزاف وما كتكونش خفيفه بزاف. شوفوا ها نتوما الاخوات، غير كيبدا يتقال لينا الخليط حيت راه فيها المايزينا، هاد الكريمه ديالنا غير كتبدا تقال راه فيها المايزينا. صافي كنبداو كنحيدوها، هي راه واحد 6 دقائق كاع صافي كتكون موجوده دغيا كتجمع حيت فيها المايزينا. وهنايا من بعد ما طابت ليا الكريمه ديالي غادي نخويها في ديك البلاصه ديال المول العجيب يعني ديال الكيكه ديالنا. بطبيعه الحال راه كتخلي لنا واحد المكان اللي غادي نديرو فيه هاد الكريمه ديالنا، وصافي كنخليوها في الثلاجه اولا غير على سطح العمل حتى كتبرد، حتى كتمسك لينا ديك الكريمه ديالنا وكنقدموها بالصحه والراحه. بالنسبه للتزيين فلكم الاختيار الاخوات، زينوها باش ما بغيتو. انا هنايا قطعت الليمون على هذا الشكل ديال المثلث صافي، وزينته بدوك الوريقات ديال النعناع وشويه ديال البافو، وهذا هو الشكل ديال الكيكه ديالنا. ما شاء الله كتجي لذيذه زوينه في الشكل ولذيذه في المذاق. نتمنى لوصفاتنا الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم ما تنسونيش من اللايك ومن البارطاج. بالنسبه للمشاهدين اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي كنقول لكم مرحبا بكم، الف مرحبا. اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، خليوا لي لايك وشي تعليق زوين، بارطاجيو القناه مع الاحباب والاصدقاء. كنشكر المتتبعين والمتتبعات اللي عندي في القناه، كنقول لكم دار داركم، وكنرحب بالمتتبعين الجداد اللي يلاه انضموا للقناه. كنقول لكم مرحبا بكم، الف مرحبا. كنتمنى التوفيق ليا ولكم ان شاء الله، كنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. نتمنى لوصفتنا الاعجاب ديالكم، وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله والى وصفه جديده ان شاء الله.